مبدئيًا كده ما تتصدمش لو جيت تأجر شقة أو تأجر بيت وجه المالك قال لك والله أنا محتاج الفلوس بتاعتي كلها كده مقدم، أنا محتاج 12 شيك، هاخد كل شيك مثلًا هاسحبه كل أول شهر، أو يجي يقول لك والله أنا محتاج شهرين أو محتاج 3 شهور كاش مقدم. هنتكلم ليه دلوقتي، هنتكلم في آخر الفيديو ليه هو الملك بيعمل كده. هو الصراحة نوعًا ما معاه حق، وإحنا هنا في الفيديو ده هنتكلم بصراحة برضه علشان الناس تكون واخدة بالها وعارفة إيه اللي هيحصل لها لمّا تيجي كندا وهي بتدوّر على سكن، أو ييجي يقول لك والله أنا محتاج شهرين أو 3 شهور فلوسي تكون كلها كاش. في الحقيقة أنت لو رفضت اللي بيحصل كالتالي، إن أنت البيت أو الشقة اللي أنت رايح تأجرها بيكون داخل عليها offers، بيكون في ناس كتير bidding على الشقة دي أو البيت ده. أيوه يا صديقي، أيوه بيكون في bidding. هنا في كندا في مشكلة سكن كبيرة جدًا، يمكن من ساعة ما جيت من 5، 6 سنين لحد هذه اللحظة لسه في مشاكل في السكن، وفي نوعًا ما حاجة كده زي كده bidding، وبتحط offer وغالبًا بيترفض. فالoffer لو بتاعك مش ما فيش فيه مثلًا شهرين أو فيه 3 شهور كاش، أو ما قبلتش الموضوع بتاع اللي هو الشيكات المقدم، أو الcredit score بتاعك مش كويس، فهنتكلم عن موضوع الcredit score ده دلوقتي. هتترفض للأسف. فأنا باقول لك الكلام ده عشان تكون واخد بالك، لأن الموضوع ده مهم جدًا، 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 وناس كتير بتكتئب أول ما بتيجي في البداية. طبعًا من أكبر المشاكل اللي بتواجه برضه كل مهاجر جديد هي إنه لمّا بييجي يأجر شقة أو بييجي يأجر عربية أو يشتري عربية lease أو finance، بيروحوا يسألوه يقولوا له الcredit score. طبعًا أنت لسه جاي جديد، ما فيش عندك أي credit history أو credit score. فالcredit score دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدًا برضه اللي بتقابل كل المهاجرين الجداد. بُص، هو أنا جاي هنا النهارده علشان أقول لك تاخد بالك من إيه، وإيه المشاكل اللي ممكن تواجهها في البداية، ولكن ب ب الحقيقة إن كل آلاف الناس المؤلفة اللي بتيجي كل يوم كندا بتواجه المشكلات ديّة في يومًا ما وبتعدي. يعني ما فيش حد بيفضل قاعد في الوحل أو في الطين في ظل هذه المشكلات والمعضلات اللي موجودة في كندا وبيفضل طول الوقت. هو في الحقيقة كل ده بيعدي، بياخد وقت وبيعدي. دي واحدة دي challenge من الchallenges الكبيرة جدًا، من سلسلة الchallenges اللي هنتكلم فيها طبعًا بعدين إن شاء الله. كله بيعدي، فخليك إن شاء الله متطمن كده إن كل المواضيع دي بالتفاصيل بتاعتها بتاخد وقتها وبتعدي إن شاء الله. هنيجي لنقطة، هل المالك معاه حق في اللي هو بيعمله ده والّا لأ؟ هو بيعمل كده ليه؟ بُص، هو ببساطة هنا القانون ما بيقفش في صف المالك، القانون هنا بيقف في صف المستأجر. فالمالك بياخد كل احتياطاته من الآخر علشان ما يجيش، أو بيعمل حساب اللحظة اللي تخلّيه يتفادى كل المشاكل اللي ممكن تحصل. يعني هو بيطلب منك credit score علشان يعرف، وممكن كمان يطلب منك زي HR letter من الشغل عندك علشان يعرف إن أنت مرتبك كام، أمورك تمام والّا لأ، والكلام ده كله. علشان في يوم من الأيام لو المستأجر اتعثر مثلًا في الفلوس والله وقال لأ مش دافع، أو أيًا كان بقى حصل حاجة مثلًا، المالك علشان يروح ياخد حقه لازم يروح المحكمة ويقعد سنة ويلف ويدور حوالين المحاكم ويدفع فلوس كتير. طبعا مصاريف المحاماة هنا غالية جدا، فبيتفادى المشاكل دي كلها في ان هو يسأل كويس. زي بالظبط كده واحد راح يتجوز واحدة في مصر، لازم تسأل عليها ولا هتاخدها كده تشتري الشيلة، ونفس الكلام برضه هي لازم تسأل على الراجل. فببساطة هنا هو مش هيسأل عليك، هو لازم ياخد شوية احتياطات في منها الكريدت سكور. لازم يسألك على الكريدت سكور، دي أول حاجة. تاني حاجة بيحاول يضمن فلوسه إن هو ياخدها شيكات، علشان إن أنت والله ما تجيش في مرة تقول له والله أنا ما معيش فلوس. يعني شيك بدون رصيد ده هنا يعني سجن، وغالبا هيبقى على المستأجر. فهو برضه المالك بياخد احتياطاته، لأن بنسمع قصص كتير يا جماعة، بنسمع قصص كتير جدا عن ناس ما بتدفعش الإيجار، ناس بتكسر في البيت وهي ماشية مثلا. الناس بتيجي تأجر السكن وتروح تأجره لحد تالت مثلا وتاخد منه فلوس بالموسم. يعني لو انت ساكن في مكان زي مثلا ألبرتا هوت زونز ولا بتاع فيها سياحة أو نياجرا، أو في شهرين الصيف اللي هو شهر 7 وشهر 8 بيجي مهاجرين جديد مثلا كتير، ففي ناس بتعمل الحركات دي كتير. فالمالك باختصار بيتفادى كل المشاكل دي في ان هو يسأل على كريدت سكور، وان هو ياخد فلوسه كلها شيكات مقدم، او ياخد كاش فلوس علشان يضمن حقه ايه. يبقى عارف ومتأكد مليون في المية ان الشخص اللي جاي ده شخص كويس سليم، ما عندوش مشكلة مالية ولا عنده مشكلة نفسية، ومش هيعمل له مشاكل بعدين، وايه الامور هتمشي. فبرضه لازم تكون انت كمستأجر جاي جديد كده ما تتخضش من الحاجات اللي زي كده، علشان
الامور تعدي. ولازم تكون فاهم ان المالك بيواجه مشاكل كتير، وانا قلت لك جزء من المشاكل اللي المالك بيواجهها بعدين مع المستاجر. وانت برضو حاول تكون سهل، وان شاء الله ربنا هيوفقك وهتلاقي سكن بكل سهولة. طيب انا هنا النهاردة هقول لك ازاي تأجر سكن بسهولة كده في خطوات بسيطة. في طبعا انت ممكن تأجر سكن من على ماركت بليس فيسبوك، بيكون في طبعا ليستنجز كتير. غالبا بيكون المالك او الريالتور المنوب عن البيت ده بيحط اعلان، وانت بتشوف الاعلان ده وبتتواصل معاه. ده اول حاجه. تاني حاجه، انت في عندك ويب سايت كمان اسمه ريالتور. ريالتور ده من المواقع طبعا المشهوره اللي انت بتخش عليها تشوف البيت بتكلم غالبا الريالتور المنوط برضو عن البيت بتاع المالك، او المالك نفسه بيكون عامل اعلان، فانت بتخش تتواصل معاه وتروح تشوف البيت ده. فانت ممكن تدور على سكن انت لحالك. بس انا نصيحتي الذهبيه الصراحه في الموضوع ده، لان انا وقعت كتير برضو في المشاكل دي في البدايه، الا وهي انه لو هتيجي كندا نصيحتي ليك انك تدور على ريالتور يدور لك على سكن. بمعنى الموضوع ببساطه هاسل فري. انت بتروح والله تدور على ريالتور او مندوب عقاري بيجي يدور لك على سكن، وبيعمل هوم ورك بتاعك ببساطه. واللي بيحصل ان هو بيروح يكلم مالك واثنين وثلاثة واربعة، وبعد كده بيشوف الاوبشن المناسب ليك حسب البادجت بتاعك حسب المكان، وبعد كده بتروح تشوف المكان ده وبتأجره. وفي الحقيقة هو ما بياخدش منك اي اتعاب. هي دي الفكرة في الموضوع، ان هو بياخد الفلوس بتاعته او اتعابه من المالك بتاع البيت. فانت دلوقتي بتاخد البنفيتس بتاعت البروكرج، بتروح تكلم ريالتور بيدور لك على شقة بنفسه، وبيعمل لك الهوم ورك، بيجيبها لك لحد عندك وبيقول لك اتفضل المفتاح، وما بياخدش منك اي فلوس. فنصيحتي الذهبيه ليك لو انت هتيجي تدور على سكن في البدايه، حاول تهاير ريالتور علشان هو يشوف لك سكن وانت قاعد في البيت، وبياخد النسبه بتاعته من المالك. طيب خلينا نفترض ان انت والله قررت ان انت تيجي منطقه الجي تي اي تورنتو. لو انت لسه ما جيتش كندا وجاي بتفكر والله انا اسكن فين في كندا، فغالبا تورنتو دي محدش بيسكن فيه. يعني لما تيجي تقول والله انا ادور على سكن مثلا في مدينه تورنتو، بس هو محدش بيسكن في مدينه تورنتو، وبالاخص لو انت عيله. يعني خلينا نتكلم كده بوضوح وبصراحه. اول ما جيت في البدايه كنت كل اللي اعرفه طبعا عن المنطقه دي كلها هي تورنتو، فكنت بدخل ادور في تورنتو. اكتشفت بعدين ان تورنتو دي مدينة كلها فيها ابراج وسكن صغير جدا للناس العزاب او الطلاب او ايا كان. لما انت تكون جاي في البداية، تورنتو دي مجرد اسم بس، يعني هي عشان الناس عارفاها. لما تيجي مثلا تتكلم كده تقول والله انا مثلا من المنصورة، يعني انا مش من المنصورة نفسها، بس بسهلها على الناس وبقول انا من المنصورة، علشان لو قلت لحد والله انا من ديكيرنس محدش يعرف فين ديكيرنس دي. فباختصار كده ده بنقول انا من تورنتو. لكن في الحقيقة الناس بتسكن هنا في يا اما ميسيساجا، يا اما نورث يورك، يا اما سكاربرو، يا اما اوكفيل، يا اما ميلتون، يا اما هامilton، بيرلينغتون. ففي الغالب بتبقى اللي هي ضواحي مدينة تورنتو. فانت لو انت بتدور على جالية عربية كبيرة، فغالبا هتلاقيها يا اما في اوكفيل، ميسيساجا، ميلتون، سكاربرو، نورث يورك. غالبا مش هطلع بره دول. طيب خلينا نفترض دلوقتي ان انت اوريدي جيت كندا وبتدور على سكن. يا عم حسام، السكن غالي، السكن رخيص. بص، هو انت في البدايه خالص لازم تقعد في اير بي ام بي او سكن مؤقت. يا اما تقعد في اير بي ام بي، يا اما تاجر سكن مانث تو مانث. ومانث تو مانث ده بيبقى صعب شويه، لان كل اللي بيأجر الشقق بتاعته او البيوت بتاعته بيأجرها بعقود سنه. فلو انت لقيت حاجه كده شهر مثلا، يعني لقطه ولا بتاع، يبقى كتر الف خير وقوي خدها على طول. انما انت في البدايه القاعده هنا بتقول ان انت هتيجي تأجر اير بي ام بي لحد لما تدور على سكن وتقعد في السكن بتاعك. ولو عجبك المحتوى ده اعمل لايك للمحتوى ده وشاركه مع اصحابك واحبابك او اي حد تعرفه لسه جاي كده جديد، علشان هيبقى فيه سلسله حلقات متتابعه ان شاء الله هنتكلم فيها عن التحديات اللي بتواجه المهاجر الجديد وازاي يتغلب عليها. كان معاكم حسام عادل من ميلتون البلد. سلام عليكم.